اللي بيفرق بين مبرمج شاطر ومبرمج مش شاطر، اول حاجه انه بيعرف يكتب كود، تاني حاجه المصطلحات، انه بيعرف يتكلم بلغه الديفلوبرز، يبقى قاعد في الشغل او في حياته اليوميه عارف هما بيقولوا ايه وايه المصطلحات اللي بيستخدموها ويقصدوا ايه. ما ينفعش تبقى فرونت اند وانت مش عارف المصطلحات دي حتى وانت داخل ميتنج تسمعها، ولازم اصلا تقولها عشان تبين انك حد بروفيشنال. في السلسله دي فرونت اند تيرمز هنتكلم عن اشهر المصطلحات اليوميه اللي بتتقال في حياه الديفلوبرز. المصطلح الاول بي ار، اكيد سمعت التيم ليد بتاعك بيقول لك ابعت لي بي ار بالشغل، او البي ار بتاعك فيه مشكله وانا عملت لك عليه كومنتات. البي ار هو اختصار بول ريكويست، وهو الجيت هو نظام تنظيم الشغل بين افراد التيم. احنا عندنا برانش مين، وكل واحد في التيم كديفلوبر بيشتغل على البرانش الخاص بيه. بعد ما بيخلص الشغل بتاعه بيعمل بول ريكويست، بيبعت طلب للتيم ليد، انا خلصت الشغل بتاعي في البرانش بتاعي، ممكن تعمل كود ريفيو؟ وبناء عليه التيم ليد بيشوف الشغل الموجود وبيعمل كومنتات عليه. لو في كومنتات، لو هو تمام هيابروف، لو هو مش تمام او في مشكله كبيره هيعمل ريجكت. فانت لازم تبقى عارف يعني ايه بي ار، وما ينفعش الكلمه دي تتقال وانت مش عارف ايه هي. لو في مصطلح بتسمعه وعايزني اتكلم عليه في الفيديو الجاي اكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.